مساء الفل. آه كنت اتكلمت من فترة أو عملت فيديو كده من فترة عن الجيوب الأنفية، وكنت بشتكي من الشركة اللي أنا بشتغل فيها إن هما مش مانعين الفيب والحاجات دي. أبديت سريع، هما خدوا فعلا خطوات لما أنا اتكلمت معاهم كذا مرة، ومنعوا فعلا الفيب، منعوا الأيكوس والكلام ده كله. بقى جوه المكاتب المقفولة، مش في وسط الناس كده وكله بيشرب. فده ابديت حلو كويس، بس مش دي كانت المشكلة. هو شكرا جدا ان هم اتحركوا وان هم خدوا القرار ده وظبطوا الدنيا. بس دلوقتي اللي عنده جيوب انفية مزمنة زيي، وفي البلد اللطيفة اللي كلها على طول تراب، كلها على طول تغيرات عنيفة في الجو، مش من حيث درجات الحرارة، لا من حيث انه التراب والتلوث الرهيب اللي موجود في الجو. الموضوع صعب جدا. والقصة مش ان هو في الشغل ما يشربوش دخان او اي حاجة من الكلام ده، او حتى نجري ونهرب من الجو بكمامات، او نلبس زيادة شوية علشان جسمنا يفضل دافي. كل ده تمام حلو، بس مش هيجيب نتيجة اللي احنا متخيلينها لو مزمنة زي الكيس اللي عندي. اكيد الناس كلها مش زي بعضها. فاللي كنت حابب اقوله النهاردة، اللي انا وصلت له بعد 3 سنين دكاترة، واخرهم كان دكتور قعدت معاه 7 شهور على بخاختين والدوايين اللي هو بيديهم لي. آه، مجرد ما خلص ال7 شهور انا رجعت تاني تقريبا زي الاول. فرحت النهارده، رحت الدكتور، قلت اغير بقى خالص واشوف، اكيد في دكتور من الدكاتره هيقول حاجه مختلفه. الدكتور اللي انا رحت له النهارده جابها لي من الاخر، قال لي الجيوب الانفيه مش هتتعالج في حالتك بالذات، او اللي عنده مزمنه. ده اخر حاجه واكبر حاجه توصل لها العلم. البخاختين ولا البخاخه مع الدواء هو 14 يوم، عشان يبتدوا يجيبوا نتيجه في 14 يوم في 14 يوم في 14 يوم. نلاقي نفسنا تقريبا السنة كلها، بالذات اللي حالته وصلت زي حالتي، انه احنا الموضوع ما بقاش موسمي، لا احنا بقينا مكملين باقي السنة. مرة واحدة تروح ضربة، مرة واحدة شميت برفيوم، شميت حتى الديتول او حاجة في بتاع ده، او حاجة منظفات او الحاجات دي تقلب الدنيا. شوية تراب، الجو اللطيف اللي بقالنا يومين 3 4 فيه ده، او السنه كلها بقت امشير وعواصف ودرجه حراره 28 في فبراير اللي هو شتاء يعني. الموضوع مش جميل خالص. انا يعني اللي يعرف او اللي ما يعرفش، انا سافرت المانيا مثلا، قعدت 6 7 ايام درجه الحراره -6، والواحد لابس هدومه كلها وبرضه متلج وكل حاجه. ما عطستش عطسه، ما تعبتش، مفيش اي حاجه، فرق جو. انا نفس حساسيتي، هي هنا، هي هناك، بس ما تعبتش بالتعب اللي انا بتعبه هنا. ومجرد ما رجعت مفيش يوم كنت تعبان تاني، ورجعت تقريبا من اول وجديد. وهناك انا ما خدتش دواء، ما خدتش اي حاجه. ممكن نقول انه ايام قليله، بس في الاخر انه الجو وحش ومفيش اي حاجه. بس حاجه اخيره عشان اقول يمكن حاجه تفيد اي حد تاني. الدكتور قال لي حل او حاجة ممكن تحل المشكلة، انه ممكن نعمل تحليل حساسية. تحليل حساسية ده طبعا بتروح للدكتور تقول له انا عايز اعمل تحليل حساسية علشان عندي جيوب انفية. تحليل الحساسية ده بنعمله، بيطلع الجسم عنده حساسية من ايه بالظبط، حاجات معينة او اكل معين او ده، وعلى اساسه بتاخد مصل فبتتعالج. يعني hopefully حد يستفيد بالمعلومة دي. لكن لو طلعت حساسية عامة، آه، انت هتفضل عايش، او هنفضل عايشين، انا لسه مش عارف نتيجة التحليل بتاعتي، هنفضل عايشين بالجيوب الانفية ومفروض نتعامل معاها. طيب ايه الحلول؟ ممكن تكون حلول مثلا حاجة زي دي كده اهو. بتحط فيها ميه، وتحط وشك هنا كده اهو، تحطها كده اهو، ومثلا تشغلها شويه، دي بتخلي الميه دي بخار.
بترطب شوية لان انت المفروض تبقى هايدريتد ويبقى على طول مناخيرك تبقى فيها يعني سنة رطوبة. تشرب مية كتير طول اليوم. في برضو الحاجات اللي هي بتتشم دي اللي فيها مثلا نعناع او حاجة يعني ممكن ابقى اوريكو يعني او اوريكم حاجة منها مثلا او حاجة، يعني مش عارف، مش عندي حاجة. ممكن برضو تستخدم اللي هي اسمها نفس. او ممكن برضو في حاجة تانية اسمها حاجة بالار كده، مش فاكر اسمها ايه، اللي هي اللزقة اللي بتتحط على المناخير هنا تفتح شوية. دي برضو يعني حل كويس. والبخاختين اللي اي دكتور هيكتبهم لك، او انت شوف اي بخاخة تريحك شكلها او لونها حلو وجميل. وحاجة انتي هستامين. وهنعيش كده. بس ده اللي انا بقوله. وغالبا الاسبوع ده انا مش هنزل حلقة في البودكاست، انا هنزل الحلقة دي لان دي بالنسبة لي اهم بكتير من اي حاجة تانية. يا رب تفيد اي حد يشوف الفيديو. وبس. واكيد في فيديو او ستوري هعملها فيها نتيجة التحليل بتاعتي وايه قصتي في الموضوع. ويعني يا رب اكون اللي قلته ده يساعد اي حد ان هو يعني على الاقل يبقى فاهم اخرة الموضوع ايه، بدل موضوع دكاترة كتير. انا عملت العملية برضو ما وصلتش لاي حاجة برضو. ف ده كان الكلام اللي انا عايز اقوله. وشكرا ان انتوا شفتوا الفيديو ده. سلام.